دكتور، في برضو عندنا يا دكتورة هالة في جماعات ظهرت في احدى المحافظات تمنع الحلاقين من حلق اللحية، ما رد حضرتك وهل ده فعلا صح ولا غلط؟ انت ما كنتش بتتفرج على الحلقه بقى، احنا قلنا الموضوع انا ليه ده وجهه خلاص نظر معلش في الموضوع ده. ديننا بيقول يعني النظافه من الايمان. واكيد حلق اللحيه ده بيسهل في موضوع النظافه، يعني ان مش كل واحد ده انا هيقدر عنده يعرف يحلق يعني النظافه. واكيد ان لو هشام يعني اللي ما شافش الحلقه اكيد لو كان حلاقه الدقن كانت سهله زمان قوي زي دلوقتي اكيد كان هيبقى منظر مختلف، لان انا شايف حتى ان الكفار كانت دقنهم كبيره قوي والرسول قال لا خفوا دقنكم وحفوا الشوارب. يعني كده ياكد ان كان في قدره على الحف. يعني انا قصدي ان برضو عشان خاطر ما نقولش ان اللحيه مش نظافه. لا اللحيه يعني انا النهارده لو اتواجدت في مكان ما فيش فيه مواسح لا اكيد مش هعرف احلق. ان الله لا ينظر، ان الله لا ينظر، سنه واجبه، وكل واحد ان الله لا ينظر، سنه واجبه سنه واجبه. ربنا ما بينظرش للاشكال، بينظر بس هي يعني انتوا يا جماعه مصر عايزه اقتصاد قوي.